بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل من الله وبعون منه قامت إحدى كتائب لواء البراء بالقبض على 48 من شبيحة إيران الذين كانوا موجودين في مدينة دمشق في مهمة استطلاع ميدانية للأوضاع في المدينة، وأثناء التحقيق معهم تبين وجود أحد الضباط الإيرانيين العاملين في الحرس الثوري الإيراني. وهذه الوثائق التي كانت موجودة بحوزة هذا الضابط. هذه هوية هذا الضابط العسكرية، وهذه وثائق حمل السلاح الموجودة، رخص حمل السلاح الموجودة التي كانت معه. وإننا نتوعد إيران ولكل العاملين والذين يقفون مع النظام بأن هذا النظام زائل لا محالة، ونتوعد إيران بضرب كل الأهداف التي الموجودة في سوريا، ومصير كل العاملين على الأرض السورية من الإيرانيين مصير هؤلاء الموجودين كأسرى ومقتولين بإذن الله تعالى.